عمرك صحيت من النوم وبصيت للسقف وسألت نفسك السؤال المرعب: أنا هفضل أجري في الطاحونة لحد إمتى؟ غالبا الإجابة لأ، لأنك بتصحى مفزوع تجري عشان تلحق أكل عيشك. ولو بصيت حواليك هتلاقي إننا كلنا عايشين جوه الطاحونة. العيشة بقت صعبة، المستقبل مجهول، والكل بيحاول يلاقي طوق نجاة بأي شكل. فكرة إنك يكون عندك وظيفة ومصدر دخل ثابت دي قصة وحلم كبير، وفي وسط العتمة دي لقيت إن الناس مش ماشيين في خط واحد. فبشكل ما أنا قسمتهم 4 أصناف، كل واحد بيجري في اتجاه. لكن المشكلة مش في الطريق اللي انت مختاره النهاردة، المشكلة الحقيقية في نهاية الرحلة. كل طريق من دول له نهاية حتمية، والأجيال الجاية هتعمل إيه كمان 25 و30 سنة؟ كل يوم بسأل نفسي سؤال: هفضل أشتغل لحد إمتى؟ لكن الإجابة مش بالسهولة بتاعت السؤال. تعالوا نشوف الحكاية، ويا ترى مين اللي هيدفع الفاتورة. خلينا ناخد خطوة لورا ونرتب أفكارنا بهدوء. وأنا أحمد شحاتة، وده نفس الأثر. في مشكلة كبيرة وجاية على الكل لما توصل لسن 60 وتلاقي صحتك مش مساعداك تشتغل. هتعمل إيه؟ غالباً الإجابة هتختلف من شخص للتاني حسب الخطة والقرارات اللي وصل بيها للعمر ده، وده بيظهر بشكل واضح حسب أنت كنت مين قبل اللحظة اللي قررت فيها تستريح، أو صحتك قالت لك كفاية. النوع الأول معانا هو الشخص اللي قرر يواجه غلاء المعيشة وصعوبة الحياة بالتعب البدني المباشر. ده البطن المطحون اللي بيشتغل الصبح مهندس في الموقع، وبعد الظهر بيفتح اللابتوب بيعمل تصميمات فريلانس لحد نص الليل. أو النجار اللي شغال في ورشة طول النهار وبالليل بيلف على شقق يعمل شغل صيانة سريع. أو حتى الموظف اللي بيخلص شيفت الشركة وينزل يشتغل كابتن أوبر أو ديليفري لحد الفجر. وعلى فكرة النموذج ده مش وليد الصدفة، ده نتيجة مباشرة لكارثة سنة 2008، الأزمة المالية العالمية. بعد السنة دي الشركات الكبيرة اكتشفت إن تعيين موظف بدوام كامل وتأمينات مكلف جدا، فبدأوا يروجوا لفكرة اقتصاد العمل الحر. وظهرت لك بقى تطبيقات زي أوبر وغيرها في 2009. هم باعوا لك الفكرة على إنها حرية ومرونة وإنك مدير نفسك، بس اقتصاديا هم نقلوا تكلفة التشغيل والإهلاك بالكامل على كتفك أنت وعلى عربيتك وصحتك عشان يوفروا هم المليارات. سامعك دلوقتي بتقول لي يا أبو حميد ده راجل مكافح والرزق يحب الخفية، إيه المشكلة في كده؟ هقول لك المشكلة فين. عارف الأزمة الاقتصادية القاتلة في النموذج ده إيه؟ إن الدخل هنا بيتراكم بشكل خطي مش مركب. يعني إيه الكلام المجعلص ده؟ يعني مجهودك النهاردة بيجيب فلوس النهاردة وبس. يعني أنت حرفياً بتبيع ساعات من عمرك، واليوم آخره 24 ساعة. مهما عملت ومهما شربت قهوة ليك سقف مستحيل تتخطاه. أنت هنا بتستهلك أصلك الوحيد اللي هو جسمك وصحتك عشان تجيب فلوس تغطي بيها مصاريف يومك. المفكر الكبير عبد الوهاب المسيري حذر من فخ مرعب سماه الإنسان الوظيفي، وهو إن الإنسان يتحول لمجرد أداة إنتاج أو آلة شغالة بالقطعة. أنت حرفياً بتعمل تسليع لنفسك، وللأسف المكنة البشرية دي لما بتعطل السوق ما بيرحمهاش. الشخص ده بيفضل عايش في حلم إنه بيسعى ومجتهد، وهو كده فعلاً، ومحدش يقدر يلومه. بس اقتصادياً هو بيمارس عملية إهلاك بدني مستمرة. خلينا نبص على دراسات معهد الإحصاء التركي وتقارير نقابات العمل في تركيا مع موجات التضخم الأخيرة. الأرقام الرسمية كشفت إن التضخم اللي كسر حاجز 31%، النتيجة إيه؟ أكتر من 30% من القوى العاملة بتعاني ومطحونة في شغل إضافي. الدراسات دي أكدت إن الشريحة دي بتواجه انهيار بدني مبكر، لأن مكنة الجسم ما بتستحملش الحرق المزدوج ده، ومفيش نظام تأمينات بيغطيه في شغله الإضافي أو الفريلانس أو أوبر، ومفيش مؤسسة هتشيل عنه وقت المرض أو هتديه حتى جنيه. وهنا بقى السؤال القاتل للنموذج ده. تخيل معايا كده صاحبنا ده وصل لسن 60، ظهره ما بقاش مستحمل نزول الموقع، وعينه ما بقتش قادرة على سهر الفريلانس، أو رجله ما بقتش مستحملة شغل الورشة طول النهار والليل. جسمه قال له كفاية أنا وقفت، كفاية كده. ساعتها مين هيديله؟ لو أنت معتمد على الشغلانتين عشان تعيش، ولما صحتك تروح الشغلانتين هيقفوا. إيه هي خطتك؟ أو بمعنى تاني، هتكمل إزاي؟ طب على الأقل هل حوشت؟ هل بنيت أي أصل يصرف عليك؟ ولا هتكتشف إنك حرقت المكنة ومفيش قطع غيار أو أي حلول بديلة تصرف عليك؟ لكن قبل ما نجاوب، في واحد تاني بص للمعادلة المحلية لقاها مش جايبة همها، فقرر ياخد أصعب قرار ممكن إنسان ياخده في حياته: السفر والغربة. الشخص ده قالك بمنتهى البساطة: أنا هبيع كام سنة من عمري بره بلدي، ألم قرشين أأمن بيهم نفسي وأرجع تاني.
ده المهندس أو المحاسب أو الصنايعي اللي شد شنطته وطلع على الخليج. ظاهريا كده ده أسرع حل للأزمة الاقتصادية بتاعت دلوقتي. بيجيب فلوس بعملة أقوى، القدرة الشرائية بتزيد، الشخص ده بيحس فجأة إنه اتنفس وقادر يوفر لبيته عيشة أحسن. لكن لو بصينا من الزاوية الاقتصادية البحتة هنلاقي إن النموذج ده جواه خلل هيكلي خطير جدا، عامل زي السوس، اسمه تآكل رأس المال البشري، زي ما اتكلمنا عنه بالتفصيل في حلقة استراتيجية السفر والخروج من الغربة. المهم دلوقتي فين الخلل؟ في دول كتير وتحديدا في منطقة الخليج نظام الشغل مبني على فكرة الكفالة أو العقود المؤقتة. النظام ده مش بيسمح لك ومش بيديلك أي حق في الجنسية أو إقامة دائمة أو أمان وظيفي طويل المدى. يعني ببساطة شديدة وجودك هناك مرتبط برضا الشركة أو مدة عقدك. أنت مش بتبني أصل ثابت، أنت حرفيا بتأجر وقتك وجهدك في سوق مش بتاعك، والقرار فيه من الآخر مش قرارك. الاقتصادي الراحل دكتور جلال أمين في كتابه العبقري ماذا حدث للمصريين اتكلم عن فخ بيقع فيه المغترب وهو الاستهلاك المظهري. الغربة بتديك فلوس سريعة بس بتاخد منك رأس المال الاجتماعي، ولما بترجع بتلاقي فلوسك بتتبخر في استهلاك مش استثمار عشان تعوض سنين الحرمان. ويعدي الزمن 10 و15 سنة في الغربة وفجأة العقد بينتهي لأي سبب اقتصادي أو سياسي أو حتى بسبب قوانين توطين الوظائف، والكلام ده مبني على أرقام رسمية. في الكويت مثلا التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتكشف لنا إن 75% من المواطنين متمركزين في القطاع الحكومي، في حين إن العمالة الوافدة هي اللي شايلة القطاع الخاص. ده معنى إيه؟ ده معناه إن خطط التكويت بتستهدف بشكل مباشر وظائف الوافدين. ونفس المشهد بالظبط في سلطنة عمان مع أرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اللي بيتابع تنفيذ خطط التعمين الصارمة لنسبة توطين عدت 90% في مختلف القطاعات. والأخطر بقى للمغترب إن القرارات الأخيرة منعت تجديد الإقامة في أكتر من 200 مهنة. الخلاصة من الدراسات دي إن المغترب دايما هو الحلقة الضعيفة ومفيش أي عقد هيضمن بقائه للأبد. السؤال القاتل للنموذج ده، لما ترجع يا بطل عند سن 40 أو 50 هتعمل إيه؟ أنت راجع بخبرة من بره، لكن سوقك المحلي عداها وسبقها من زمان، أو في أحسن الأحوال هيكونوا شايفينك جامد قوي ومش هيعرفوا يدفعوا لك. والأهم من كل ده الفلوس اللي أنت رجعت بيها لو ما كانتش اتحولت لأصول حقيقية بتجيب دخل مستقل، هتكتشف إن في وحش اسمه التضخم بيخلص عليها بسرعة مرعبة. وهنا السؤال، هل الغربة دي كانت استثمار حقيقي في مستقبلك ولا كانت مجرد تأجيل للأزمة ورجعت في السن ده تبدأ من الصفر في وسط سوق ما بيرحمش؟ والأهم، هل أنت صحيا قادر أصلا تبدأ من الصفر؟ لكن قبل ما نشوف مصير صاحبنا ده في واحد تاني كان ماشي على الكتالوج بالحرف. الشخص اللي قرر يرفض السفر المجهول ويرفض إنه يحرق جسمه في شغلانتين وقرر إنه يقعد ويبني كارير في شركة أو وظيفة مستقرة. الراجل ده بقى إيه؟ بيقبل بمرتب صغير في أول حياته، وكان بيموت نفسه عشان يتعلم وياخد كورسات ويترقى من درجة للتانية. اقتصاديا النموذج ده هو الأقرب للفطرة الاستثمارية السليمة، لأن الدخل هنا يا سيدي الفاضل بيتراكم بشكل مركب. الخبرة بتزيد، الاسم بيكبر في السوق، منصبك بيعلى، وبالتالي قيمتك وسعر ساعتك بيتضاعفوا مع السنين. المهندس الصغير بيكبر يبقى مدير مشاريع، المحاسب بيكبر بيبقى مدير مالي، والصنايعي الشاطر بيكبر بيبقى مقاول وتحته صنايعية. لكن المفكر الاقتصادي نسيم في كتابه المخاطرة الشخصية عنده جملة صدمتني. بيقول إن الموظف هو شخص قرر يتنازل عن حريته مقابل راتب ثابت بيدي وهم الأمان. الأمان ده بيخليه هش جدا لو الشركة قررت تستغنى عنه فجأة وقالت له مع السلامة. النموذج ده بيبان مثالي وصاحبه حاطط في بطنه بطيخة صيفي، بس في واقعنا الاقتصادي الحالي ومع فجوة الاي اي والتطور المرعب المسار ده جواه فجوة مرعبة مبنية على حقيقتين لا مفر منهم: التضخم ونظام التقاعد. بالنسبة للتضخم تكلفة المعيشة بقت أسرع بكتير من معدل الزيادات السنوية في الرواتب. يعني الراتب اللي انت متخيل انه في أحلامك هيبقى ضخم جدا بعد 20 و25 سنة، قوته الشرائية الفعلية ممكن تطلع أقل من مرتبك بتاع النهاردة. والأهم، تعالوا نبص بصة كده على يوم الخروج للمعاش. نظام التأمينات والتقاعد مبني على حاجة اسمها نسبة الاستبدال. النسبة دي بتمثل المعاش الفعلي اللي انت هتقبضه مقارنة بآخر مرتب كنت بتاخده وانت لسه في الخدمة. الصدمة الكبيرة هنا ان النسبة دي في الواقع بتكون قليلة جدا، والمعاش ليه سقف مهما كان مرتبك كبير. عشان تفهم الفجوة دي بتضربك ازاي بالأرقام،
بص على أنظمة التأمينات في أقوى اقتصاديات المنطقة. مثلا في السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاطة سقف للأجر الخاضع للاشتراك وهو 45 ألف ريال سنويا. ونفس الفلسفة بتطبقها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر، إن هي حطت حد أقصى للمعاش. وفي مصر قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019 اللي بيحدد وينظم الحد الأقصى لاشتراك التأمين اللي وصل تقريبا 16700 جنيه. القانون بيقول لك إن أقصى معاش ممكن تاخده هو 80% من الرقم ده. يعني المعاش في أحسن الظروف بالنسبة للأرقام بتاعت دلوقتي تقريبا هيكون حوالي 13500 ونص. متخيل الوضع؟ يوم ما تطلع معاش دخلك هينهار فجأة، يعني فقدت حوالي 70% من قدراتك المالية والشرائية في ليلة واحدة. السؤال القاتل للنموذج ده، يوم ما تقفل سن ال60 وتخرج بره الشركة أو الهيئة اللي قضيت فيها وشقيت فيها عمرك كله، المعاش اللي هينزل في الحساب هيغطي كام في المية من مصاريفك؟ لو كنت متعود على نمط حياة معين بمرتب مدير قد الدنيا وفجأة لقيت نفسك بتقبض معاش صغير، ازاي هتحافظ على نفس المستوى اللي انت متعود عليه؟ هل السلم الوظيفي اللي فنيت عمرك بتطلعه طلع اخره معاش مش هيكفيك، ويمكن معاك مرض محتاج رعاية طبية ومصاريف والتزاماتك بقت اكتر من الاول؟ سامعك وانت بتقول لي انت عاوز تقول لنا ايه يا ابو حميد؟ بس قبل ما اقول لك لازم نشوف شريحة كبيرة مننا، وهي فئة لازم نقف قدامها باحترام وتفهم شديد، لان دول ببساطة الناس اللي ما عندهاش طرف الاختيار. ده الشخص المطحون حرفيا تحت عجلة الاقتصاد، مفيش في قاموسه كلمة كارير ولا عنده سيولة تخليه يفكر حتى ان هو يسافر. الشخص ده معادلته الاقتصادية صفرية تماما. الدخل اللي بيجيبه النهاردة بيطير في نفس اليوم على الأكل والشرب والأساسيات اللي بتخليه واقف على رجليه. ما عندهوش أي هامش للمناورة، مفيش حاجة اسمها فائض، مش محوش حاجة تحت البلاطة، ما يعرفش يعني إيه استثمار. في مفهوم عظيم قوي عجبني في كتاب الندرة بيسموا الحالة دي ضريبة العقل. الضغط المادي اليومي بيشل قدرة المخ على التفكير في بكرة. اللي مشغول بعشا ولاده النهاردة مستحيل تطلب منه يخطط ل10 سنين قدام، لأنه حرفيا بيغرق. هو عايش بنظام اليوم بيومه، بيفتح عينه الصبح هدفه الوحيد في الحياة إنه يرجع بالليل ساتر نفسه وعياله. في الاقتصاد يا صديقي الحالة دي بيسموها انعدام المرونة. يعني إيه؟ يعني أي هزة صغيرة في السوق، أي زيادة في الأسعار حتى لو كانت بسيطة بتقطم ظهره، لأنه ما عندوش أي مصدات للصدمات. وعشان تعرف إن دي مشكلة عالمية ما بتفرقش بين اقتصاد غني أو اقتصاد فقير، خلينا نبص على الأرقام الرسمية. في تونس مثلا أرقام المعهد الوطني للإحصاء بتكشف كارثة. أكتر من 50% من القوى العاملة في تونس شغالين في الاقتصاد الموازي أو العمالة غير المنتظمة. وفي مصر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتكشف إن حجم العمالة غير المنتظمة كبير. وحتى في أغنى اقتصاديات المنطقة زي السعودية مثلا، التقارير الرسمية للهيئة العامة للإحصاء بتأكد إن الشرايح اللي دخلها قليل بتصرف نسبة كبيرة جدا من ميزانيتها عشان تغطي احتياجاتها الأساسية زي السكن والأكل. وده اللي بيخلي شريحة كبيرة تلجأ للاقتصاد التشاركي زي تطبيقات التوصيل والعمل الحر اليومي عشان تسد الفجوة دي. ورغم إن ده بيجيب دخل يومي سريع، لكنه بيوقعهم في نفس الفخ، غياب مصدات الصدمات والتأمينات الصحية. لو المكنة البشرية دي عطلت يوم واحد بس، الدخل الناحية التانية هيبقى زيرو. وبعدين احنا مش محتاجين نتخيل سيناريوهات، احنا شفنا بعينينا في سنة 2020 مع بداية أزمة كورونا. السنة دي كانت أكبر اختبار ضغط اقتصادي في التاريخ الحديث. اللي كان معاه أصول أو شغال شغلانة عن بعد هو الوحيد اللي قدر إن هو ينجو، لكن الشريحة المطحونة اللي شغالة باليومية وبدون عقود لقوا نفسهم في الشارع حرفيا في أقل من 72 ساعة من إعلان الإغلاق. 2020 أثبتت إن اللي عايش من غير مصدات صدمات أو خطة طوارئ فجأة بيلاقي نفسه بره عجلة الاقتصاد بدون أي إنذار. والشخص ده مش محتاج تنظير من حد، ولا محتاج واحد لابس بدلة يطلع يقول له طور من نفسك واخرج بره الصندوق، لأنه ببساطة يا صديقي بيحارب عشان يعيش لآخر اليوم. لكن رغم قسوة الوضع اللي يوجع القلب ده، القوانين الاقتصادية وقوانين الطبيعة ما بتعترفش بالظروف. العمر بيمر عليه زي ما بيمر على غيره بالظبط. السؤال القاتل للنموذج ده، لو حصل لك أي ظرف طارئ بكرة الصبح، أي أزمة صحية مفاجأة لا قدر الله، أو الشغلانة البسيطة اللي بتتسند بيها يومك وقفت لأي سبب، هو خط الدفاع الأول بتاعك. بلاش بكرة، لما توصل لسن 50 أو 60 وصحتك اللي هي راس مالك الوحيد في الدنيا تخونك، مين هيشيل الشيلة؟ هل هتتحول لشخص بيعتمد اعتماد كلي على أولاده اللي هم غالبا هيبقوا مطحونين في نفس الدوامة، ولا هتستنى المساعدة والإحسان من الناس؟ دلوقتي يا صديقي احنا شفنا ال4 أصناف
تعالوا بقى نجمع الخيوط دي كلها ونبص بصة صريحة في المراية. تخيلوا معايا إننا جبنا ال4 أشخاص دول وقفناهم جنب بعض وهم في عمر ال60، وهنقارن بينهم في 3 حاجات أساسية لا مفر منها: مصدر دخلهم وقتها، حجم أصولهم، ومخاطرة إنهم يصحوا الصبح يلاقوا نفسهم في الشارع من غير دخل. الأول صاحب الشغلانتين اللي حرق صحته بالنسبة لمصدر الدخل عند ال60 بيقف تماما، جسمه جاب آخره، ما بقاش قادر ينزل الشارع. مصدر دخله الوحيد هو شوية الفلوس اللي تحت البلاطة، ده لو كان عرف يحوش حاجة أصلا. حجم الأصول ضعيف، مجرد فلوس في البوسطة، والتضخم كل يوم بياكل من قيمتها لأنه ما بناش أي أصل بيزيد سعره مع الوقت. بالنسبة لمخاطرة العجز بلا دخل عالية جدا، لأن الانهيار هنا بدني ومالي في نفس الوقت. التاني بقى المغترب اللي أجر عمره. مصدر الدخل عند ال60 مبني بالكامل على شوية استثمارات أو المشاريع اللي حاول يفتحها بفلوس الغربة بعد ما رجع بلده. حجم الأصول متوسط إلى عالي، ممكن يكون اشترى شقة أو بيت أو فتح له محل. هنا بقى مخاطرة العجز بلا دخل متوسطة. المشكلة هنا إن لو مشاريعه دي فشلت بسبب إنه ملوش خبرة في السوق، أو لا قدر الله البيت ما بقاش يجيب إيجار يكفيه، هيلاقي نفسه في ورطة حقيقية. نروح للتالت، مؤسس الكارير اللي راهن على الوظيفة. مصدر الدخل عند ال60 معاش ثابت من المعاشات زائد مكافأة نهاية الخدمة. حجم الأصول متوسط. الأصول هنا هي خبرته الوظيفية اللي غالبا ملهاش قيمة بعد المعاش. مخاطر العجز بلا دخل منخفضة، لكن مخاطرة انخفاض مستوى المعيشة عالية جدا، لأنه هينزل من مرتب كبير قوي لمعاش هزيل قوي، وهيتصدم بفرق الأسعار اللي مش هترحمه. الرابع بقى، وده اللي عايش يومه بيومه، مصدر الدخل عند ال60 لا يوجد مصدر ثابت. حجم الأصول غالبا معدوم. مخاطر العجز بلا دخل كارثية، في الأغلب هيكون اعتماد كلي ومطلق على مساعدة الغير سواء من عياله أو من جمعيات خيرية. أنا عارف يا صديقي إن الكلام اللي فات ده ممكن يكون قاسي قوي وجع لك قلبك، وفي ناس كتير بتتفرج دلوقتي قلبها مقبوض، وأنا كمان معاكم مخضوض. الموضوع ده بجد مرعب. الجيل بتاع دلوقتي أغلبه في الهوا، ملوش معاشات ولا تأمينات، والعمر بيجري، وفجأة هنلاقي نفسنا عجزنا، وللأسف بدون خطة. أنا طالع النهاردة أشدك من حالة التخدير الموضعي اللي كلنا فيها عشان بس نقدر نصحى كل يوم الصبح وندخل في المفرمة دي. في كتاب المقدمة لابن خلدون بيقول إن الخوف من المستقبل يفسد العمران، وكمان الكاتب مورجان في كتابه سيكولوجية المال بيأكد ده لما قال إن الناس بتاخد قرارات مالية ممكن تبان مجنونة، مش عشان هم أغبياء، لكن عشان هم بيحاولوا ينجوا في ظروف هم مش فاهمينها. وفي علم الاقتصاد وعلم النفس السلوكي في مصطلح عبقري اسمه قصر النظر الزمني. الفكرة ببساطة إن الإنسان لما بيتحط تحت ضغط مادي ونفسي، ولما الرؤية حواليه تبقى ضبابية والمستقبل مجهول، مخ تلقائيا بيقفل الأفق الزمني. بدل ما بيفكر ل15 و20 سنة قدام، بيبدأ يفكر ل3-4 سنين قدام. واما الضغط بيزيد بيفكر لآخر السنة، ولما يوصل لمرحلة الطحن بيبقى أقصى طموحه إنه يوصل لآخر الشهر أو حتى لآخر اليوم بستر ربنا. وده بالظبط اللي بيخلينا ناخد قرارات السفر العشوائي، أو إننا نحرق صحتنا في شغلانتين، أو نستسلم الروتين الوظيفة وإحنا مغمضين عينينا عن الحقيقة إن القوة الشرائية لمرتباتنا بتتبخر في الهوا. العتمة بتجبرنا نبص تحت رجلينا بس عشان ما نتكعبلش وإحنا ماشيين، بس في نفس الوقت بتخلينا مش شايفين إحنا رايحين على فين أصلا. وممكن نكتشف فجأة إننا ماشيين في طريق مسدود آخره حيطة سد خرسانة اسمها سن ال60. تعالوا نتكلم في قاعدة اقتصادية حتمية لا بتعترف بظروف ولا بتتعاطف مع نوايا. المعادلة ببساطة هي العمل مقابل رأس المال. وانت في العشرينيات والثلاثينيات انت عندك 100% شغل، طاقة، صحة، مجهود بدني وذهني، وغالبا عندك 0% رأس مال، أصول، مدخرات، استثمارات، مهارات نادرة بتجيب فلوس لوحدها. المفروض وبالمنطق إن رحلة حياتك من سن 20 لسن 60 هي مجرد عملية تحول مستمرة للنسبة دي. يعني بمرور الوقت صحتك وطاقتك اللي هي الشغل بتقل، ولازم في المقابل الأصول اللي هي رأس المال تزيد. يعني يا صديقي لو وصلت لسن 60 ولسه معادلتك معتمدة بنسبة 90% على مجهودك العضلي بشكل مباشر عشان تجيب الدخل والفلوس، فأنت اقتصاديا وبدون زعل خسران اللعبة كلها، لأنك بتحاول تراهن بأصل اللي هو صحتك خلاص ما بقتش موجودة أو بتشطب. يوم ما المكنة دي اللي هي جسمك تقف، لو ما فيش مكنة تانية انت بنيتها على مدار السنين دي عشان تشتغل بدالك، للأسف هتغرق وهتتهان. عشان كده يا صديقي أنا مش هقولك في الحلقة دي استقيل من الوظيفة وافتح مشروع، ومش هقولك ما تسافرش وخليك في بلدك، ومش هقولك سيب الشغلانة التانية عشان ترتاح، لأن الكلام ده أنا بحسه تنظير فارغ ما بيأكلش عيش.
كل واحد فينا عنده معطيات وظروف مستحيل تتلخص في روجيتا واحدة للكل. وهنا عالم النفس جوردان بيقول: اختر السم الخاص بك أو اختر المعاناة التي تستحق أن تتحملها. كل طريق من الأربعة فيه شقة. المهندس بيتعب والنجار بيشقى، بس الشطارة إنك تختار المعاناة اللي هتبني لك أصل يرحمك بعدين. وهنا المهندس غير النجار، والدكتور غير المحاسب، واللي في رقبته عيلة غير العازب. لكن كل اللي بطلبه منك النهاردة هو الوعي. الوعي بنهاية الطريق. لو انت مضطر تسافر وتتغرب عشان مفيش قدامك حل غير ده، سافر، بس لازم يكون معاك استراتيجية الخروج. انت رايح تقعد كام سنة بالظبط؟ ايه التارجت المالي بتاعك؟ ولما ترجع الفلوس دي هتتحط في ايه عشان تشتغل وتجيب دخل؟ وخد بالك النصابين بقوا كتير، واتكلمنا عنهم بالتفصيل في حلقة النصب بشياكة. وخد بالك اوعى تسيب الغربة تسرقك وتلاقي نفسك بتلف في ساقية ملهاش نهاية. ولو انت يا سيدي مضطر تشتغل شغلانتين عشان تسدد ديونك او تحسن دخلك، اشتغل واحرق في صحتك شوية. بس اسأل نفسك سؤال: امتى هتقف؟ ازاي احوش من الفلوس دي جزء صغير خالص اشتري بيه وقت اتعلم فيه مهارة تضاعف سعري وتخلي ساعتي اغلى، بدل ما انا ببيع ساعات عمري بالرخيص. ولو انت اخترت طريق الكارير والوظيفة، عظيم جدا، بس اوعى تستنى لحد ما تطلع على المعاش وتصطدم بالواقع. ابدأ من دلوقتي، اخلق لنفسك اي اصل جانبي. الاصول بس مش عقارات واراضي. كنا اتكلمنا بالتفصيل وادينا فكرة عن 4 صناديق للاستثمار، ممكن تبقى تشوف الحلقة في اي وقت. الاصل ممكن يكون شبكة علاقات قوية تخليك مستشار للشركات بعد سن 60، او استثمار بسيط ومستمر في البورصة او صناديق الاستثمار اللي بيكبر مع الوقت، او حتى اسمك وسمعتك في السوق. وفي وسط العتمة دي يا صديقي، عاوز اقول لك ان المستقبل مش بيتبني بالصدفة، والنجاة في الزمن ده وفي التطور التكنولوجي المرعب والاي اي والذكاء الاصطناعي مش محتاج منك بس مجهود عضلي، ده محتاج منك مجهود ذهني كبير قوي. محتاج انك تقعد مع نفسك قعدة صفا، وتجيب ورقة وقلم، وتصارح نفسك بحقيقتك المالية. اقف قدام المراية. كنا اتكلمنا بالتفصيل في حلقة الطبقة المتوسطة المزيفة، لكن اللي مش هيحفر أساس بيته في الصخر النهاردة وهو بكامل صحته وطاقته، مش هيلاقي سقف يحميه بكرة لما ظهره ينحني والصحة تروح. ما تخليش زحمة النهاردة وضغط الفواتير وغم الأخبار ينسوك إنك في النهاية إنسان. عمرك بيعدي، وكل يوم بيعدي بيقربك أكتر من خط النهاية. القرار قرارك، يا إما تفضل تجري جوه الطاحونة لحد ما تقع، يا إما تقف ثواني مع نفسك، تاخد نفس، وتحدد انت عايز توصل فين بالظبط، وازاي هتبني الاصل اللي هيسندك انت يوم ما الدنيا كلها تديك ظهرها. ودلوقتي دوركم جه. قول بكل صراحه، هتعمل ايه في بكره؟ ولا انت اصلا كنت ناسي من الزحمه ومش مخطط؟ مستني ارائكم وتجاربكم في التعليقات، وهتابعها بنفسي، لان مؤمن ان النقاش هو اللي بيصنع الوعي. وشكرا لكل اللي بيدعمونا بالانضمام لعضويه القناه او السوبر سانكس او انستا باي، وشكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق الكومنت الايجابي والشير. وما تنساش تفعل الجرس وشوف كل الحلقات اللي فاتتك عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.